السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هايتما هادي سما الزلفلاوين. اليوم فيديو جديد ان شاء الله ديال السردين الحوت اللي في متناول الجميع وبنين ولذيذ ومفيد لينا لصحتنا وكلشي كيبغيه، الكبير والصغير. اليوم ان شاء الله غادي ندير به واحد الكفته. ها هي راني غسلت السردين، ما شاركتوش معاكم بصح راه كلشي كيعرف يغسل ويقاد. المهم انا غسلت السردين ونقيته وقلعت ليه ديك القشره والشوك وكلشي وخليته يتسقطر، خصو غير يتطحن. وهنايا وجده، هاهي وجده شليضه ديال الخس والمطيشه. هنا العطريه ديالي اللي خاصني، شويه د الحامض مصير، شويه د البزار ماشي بزاف، شويه التحميره، شويه الكمون، الثومه مليحه، ثومه غبره حتى هي اللي عنده، اللي بغى يزيدها اللي ما بغاش ماشي مشكل. وهنايا هاد الفلافل، هاد الفلافل الصغيورين هادو عجبوني، الصفيفرين والحميمرين. المهم هادو هما اللي جبتني غادي نعمرهم. هانتوما كتشوفوا كاين فليفله حاره، وهاد الدنجال حتى هوايا الا بانت لي ندير به شي حاجه نزيدو. والربيع ها هوايا قزبر ومعدنوس غسلته وتقطر مزيان ونوجد الطحانه باش نطحن. ايوا هاد الاكله زوينه ولذيذه وسهله، وحتى المولد الفران راني وجدته باش نديرها فيه وندخلو للفران، وكنمشيو نقضيو شي شغل ولا شي حاجه كنلقاو غديوتنا واجده وسهله. ان شاء الله كنتمنى تعجبكم وجربوها حتى نتوما، غتجي لذيذه انا متاكده. نديرو هاد السردين في الطحينه الصغيره. هاني كملت هذا سميتو كله، غادي نزيد عليها كلشي باش هي ملي تطحن لي بكلشي. مابقاش انا عاد كنخلط بوحدي وداك الشيء، هذا غير القزبور بوحدو. وانا راه دائما كما كنقول لكم انا ما كنبغيش الرخام ديال كوزيناتي يتشقشق ليا بالموس، كندير دائما شي كراده ولا شي طريف، ما كنقولش فوق الاولى. وهذا المعدنوس هانتوما انا خليت العواد لهاد الجهه، هذوك العمايد ديالو وداك الشيء، نقطع من هنا هذا رطب باش دغيا يتطحن، ما يجينيش دوك العمايد غلاظ. المعدنوس راه زوين حتى هو صحيحي مزيان لينا، لا كثرناه ماشي مشكل. الطحانه ديالنا ندير هذاك تنفرشوه تحت. نديرو كاع هاد حتى هاد الحامض تطحن. وراق سيدنا موسى ما درتهمش، ديروهم حتى هما راه زوينين تيجيو فيه زوينين. ولا ما درتوهمش هنا طحنتوهم ديروهم في المولف لتحت صافي. هانتوما انا قطعت هاد البصله دواور تجي في قاع هاد المول ديال الفران، ولا شويه د الزيت. ها هي نفرتكها هكا باش طيب دغيا، خليها صحيحه هي دايما نفرتكوها باش تاخد طيب. دير لنا البنه زوينه في القاع، هي هاي مفرشه القاع في القاع. والماء غادي نخليها هكايا، وغادي ندوز للفلفله. الفلفله كيفاش غادي ندير لها؟ نتوما الفليفلات صغار بالعين اختاريتهم هكا باش ما ياخذوليش كميه كبيره ديال الكفته. غادي ندير لهم هكايا هاد الشابو بوحدو، وهذا غادي نحيدو هكا، ندوز عليهم كلهم هكا، نحيد لهم هاد القليب ونخلي هاد الشابو باش نغطي ونحط هكايا. ومن بعد غادي نكب عصير مطيشه حتى هوايا ونخشيهم في الفران. يجينا ساهل وزوين وفي نفس الوقت ناكلو حنا السردين ماشي مثلا على شحال من مره، على شحال من شكل، ماشي غير شكل واحد يطلع لنا في الراس. هذا اللي بغيت انا نوصله
كلشي. حتى الفلفله الاخرى العاديه ماشي هاد النوع حتى هي ممكن نعمروها. ممكن نزيدو عليها الروز، هادو ممكن نزيدو الروز حتى هوايا. نعمرها كلها وتجي كي هكايا محشيه بالكفته ولا معمره. حنا كنقولوا غير معمره. المهم ها هما هذوك الحوايج ديالها. نقدروا حتى هادي نديروا لها غير هكا هكايا بلا ما نغطيوها زعما لا والو. نحيدوا لها غير هادشي ونحطوها حتى هي مع هاد الفلافل الصفر والحمر. راه عنده واحد الكم مختلف، والاخرى الخضراء حتى هي عندها كو اخر كتجي تزيد البنه ديال الحاجه. الزرارة حنايا اللي قليل يدير على قدو واللي كثير يدير على قدو، كل واحد. هذه وقيله حاره جاتني فيها ريحه الحرور خفت منها. ما عندنا الدراري الصغار ما يتمكنش نغامروا. الكفيته ها هي مطحونه وكلشي ديرها فهاد. لا سمحوا لي راني نسيت، هنايا غادي ندردروا ليه شويه د المليحه باش تكون بنينه. هاد الفلفله ما تجيناش باسله. شويه الملحه، عارفين الحاجه اللي ما ملحناهاش راه كتجي صامته تجيش بنينه هكا. مع غادي هو شويه. السردين موجود تبارك الله ورخيص هاد ليامات في جديده. السردين راه رخيص. ها كيفاش كتجي راه تهبط شويه معليه. بسم الله. والمنيضر ديالها كتيجي. ولدي دايما حاضر ناظر في هاد القناه مشارك معايا. كنضحك قلت نقسم معاه الارباح من نقسم معاه. انا دايره قناتي غير هوايه ما كنزلنا لا ارباح ولا والو. قناه صغيره كندير فيها للناس اللي مهتمين ولا البنات الصغارات اللي مساكن ما كيعرفوش، الوليدات اللي كيقراو، اي مهم يستافد مني. يدعي لي غير بصحيحتي بارك الدنيا وما فيها. ها هي هما حطيناهم كلهم هكا مغطيين. مازال غادي ندهنهم بالزيت من الفوق باش ملي يكونوا في الفران بحال اللي يتقلاو شويه. ندهونين بالزيت تاخذ منهم العافيه احسن من ما يكونوش كاع. هادي هكا هاي ما كاين حتى مشكل. نديرو لها هكا نعمروها غير هكايا. هاو جا معاهم الكيلو د السردين قد جا غير مع هاد شويه. يعني اللي بغا يدير عنده العائله كبيره. ها نتوما هنايا درت مطيشه وشويه ديال المعدنوس والعطريه اللي درت في الكفته هي الكمون والطحينه والبزار شويه الثومه ومليحه وزدت شويه الزيت وطحنت كلشي باش نكبو هنايا في الجناب كلشي ديال هاد البلا. ديرنا شويه ديال مريقه باش نغمسو والبنه. الفلفله كتبغي مطيشه كتفق معها والحوت حتى هو. ايوا صافي هذا ما غادي ندير دروكا ونرجع معكم. ها هو غادي ندخلو الفران. سخنتو شويه. ها هو الحوت ديالي وجد. الكفته معمره في وسط الفلفل جات غزاله وبنينه وديك لاصوص ديالها عاقده زوينه. نهزوها نديروها في الطبيزيل ان شاء الله. بسم الله. غير بيد واحده جوج حمراء وصفراء. ها هي نجيب معلقه باش نهز لها شويه لاصوص. هذا كيقولوا لها باش نوضح لكم. هاد لاصوص جات فيها شويه زويته كثيره ماشي مشكل. غادي نخليوها ولا نصفيوها هكا نميلوها لواحد الجهه كتهبط ديك الزويته ونحيدوها. انا هزيت البيدو ديال الزيت غير بيد وحده وغلب عليا تكبلي بزاف. هذاك الشيء
ما كنت كنصور تقبلي فيه بزاف. هاد الشريطه ها هي اللي جبتها، الخس ومطيشه وتفاح خضر واحمر، خلطتهم فيها صافي، ما درتش معاها البصله وشويه د المعدنوس مقطع رقيق. وهاد الخبيزات صغيورين ها همايا بالطبيطاس موجودين. ايوا صافي غادي نحط ركاش الشلاضه في الجنيب، اللي بغى ياكل. والفلفله حاره ها هي والحامض كلشي. كنتمنى تعجبكم. ملي كتكون هاد البلاكيطات راه كنهز شويه د لاصوص وكنكبها على الكفيته باش تاخد البنه مزيان ديال المطيشه وديال الحامض ديال داكشي كله. كنهز بالمعلقه ونكب عليها بشويه بشويه، كنطلع عليها وكنهز وكنكب كلهم. ها ايوا صافي. كنتمنى تعجبكم هاد الاكله ديالي وترقكم ان شاء الله بالصحه والراحه. الى الفيديو القادم ان شاء الله. ايتما ديستما ايوا تيربي الصحه لهنا راني كنعاود يبان ليه. الى الفيديو القادم ان شاء الله بصحتكم وراحتكم.